واحد مش عاجبه الصوفية وجايب هنا مطوية كده بيقول ان الصوفية دول كذا وكذا، شتيمة كلها من اولها لاخرها. ابن تيمية له مجلد ضخم كده اسمه التصوف، وهنا في المكتبات بتاع هنا تروحوا تشتروه الصبح كتاب اسمه اقوال ائمة السلفية في السادة الصوفية. محمد بن عبد الوهاب كاتب في كتبه وعليه سادتنا الصوفية، اسيادنا الصوفية، السادة الصوفية، وهكذا. محدش حصل له خبلان وطقان الا العصر اللي احنا فيه ده، اللي هم الاشكال دي. الصوفية تدعوك الى عبادة الله مقيدة بالكتاب والسنة. بيقول لك اذا قلت للشيخ من دول حاجة ما يجيب لكش الدليل ويقول لك اتبعني وبس، لا هاتوا اي حاجة وانا اجيب لكم الدليل، لاننا نريد ان ندخل الجنة فقط لا غير. هات اي حاجة واحنا نجيب الدليل. عايز ايه؟ الغنى اللي بنغنيه ده عليه دليل. حسان بن ثابت كان يغني بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بتقول لي الاناشيد يجوز معاها الدف؟ ايوه يجوز معاها الدف. دخل ابو بكر فوجد جاريتين يغنيان بايام بعاث. يوم الجمعة كنا في العيد في اليوم القومي للجيزة، يجوز الاحتفال باليوم القومي؟ ما النبي عليه السلام دخل فوجد اليهود يحتفلون بنجاة موسى، ما هو بيوم بعاث. وما أدرك ما يوم بعاث؟ يوم نصر الله فيه الأنصار في الجاهلية كمان. فدول لا، ده في نزلة الشوبك جم الشهداء بتوعنا اللي قاوموا الاحتلال الانجليزي، فبنحتفل بايام بعاث ونغني غناء بعاث. بس غناء ايه؟ بغناء الجيز، بقت اسمها غناء الجيز، لكن العقلية واحدة. افرح وسميه يوم بعاث زي البعاث الاولاني. كل حاجة مقيدة بالكتاب والسنة. انما في واحد بيفهم وواحد ربنا مطلصم عليه، لأنه لا يقلد رسول الله بل يقلد مشايخه وأتباعه وأوراقه. لكن نحن نريد أن نتبع الله ورسوله في مقولته. أدي الفرق بين العلماء والجهلاء. لكن كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم، وواقفون لديه عند حدهم من نقطة العلم أو من شكلة الحكم. فهو الذي تم معناه وصورته، ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم، منزه عن شريك في محاسنه، فجوهر الحسن فيه غير منقسم. دع ما ادعته النصارى في نبيهم، واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم، وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف، وانسب إلى قدره ما شئت من عظم، فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمه. فاللهم صل وسلم عليه. علموا أولادكم حب رسول الله، فهو سفينة النجاة، وهو الواسطة بيننا وبين الله، وهو شفيعنا يوم القيامة، وهو أسوتنا الحسنة في الدنيا، وهو الذي ندخل تحت لوائه إن شاء الله سبحانه وتعالى آمنين سالمين غير خزاء ولا مفتونين الجنة. فاللهم من علينا بالنظر إليك فيها مع نبيك الكريم، وارزقنا صحبته يا أرحم الراحمين، واهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، واصرف عنا شر ما قضيت. سبحانك لا إله إلا أنت، وصل اللهم على سيدنا محمد وآله.